اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة الجديدة من حكاية سجنة. طبعا مش محتاج اني اقولك لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من الحكاية روح شوفها الاول علشان تفهم حلقة النهاردة، لان انا عايز اقولك ان القصة دي دمار شامل بقى. لو شايفين الاحداث اللي فاتت فانتوا عارفين انا بتكلم عن ايه، وتخيلوا بقى معايا الاحداث الجديدة هتبقى عاملة ازاي. القصة دي طويلة شوية كده وجميلة وممتعة واللي هتعجبكم جدا. قبل ما نبدأ عايزين نعمل لايك للفيديو، وادينا مدلعينكم اهو بفيديوهات يومية علشان نستمر معاكم ان شاء الله. ويلا بدون ما نطول اكتر خلينا نكمل بقية الحكاية. نشوف بعد كده السجنة واللي بيكون وسط مجموعة من الناس في الغابة بالليل، ولكن اللي بيحصل بيكون غريب جدا لان السجنة بيكون مقيد ومرمي على الارض، والناس اللي حواليه بيتكلموا عنه وبنكتشف ان هم خاطفينه، وبيكونوا عمالين بيحفلوا عليه كده ويتنمروا عليه، وبيكونوا عايزين ان هم يبيعوه. ولكن في الوقت ده سجنة بيقدر ان هو يقرب من واحدة من الناس اللي كانوا واقفين دول، وبيروح ضاربها كده في مناخيره براسه، وبيحاول ان هو يطلع يجري من المكان اللي هم كانوا فيه ده، ولكن هو بيكون مقيد فمش بيقدر ان هو يهرب بسرعة. وبيروح واحد كده من الناس اللي كان هناك بيضربوه ويوقعوه على الارض، وبيقولوا لبعض انتوا لازم تخلوا بالكم من الواد ده لانه مش طبيعي، لانه من جواه هو بيحمل دماء المحاربين الاقوياء، تحديدا بيحمل دم جاجاس. وفي الوقت ده بسبب الوقعة اللي بيوقعها سجنة بيكون في حتة قماش كده في بقه، واللي دي هم حاطينها علشان ما يعملش صوت، واللي بتقع من بقه كده فبيتعصب سجنة وبيقول لهم انتوا عارفين انا مش هموت على ايديكم وهيجي اليوم، وصدقوني انا هقتلكم كلكم بلا رحمة وخليكم كلكم تدفعوا الثمن واحد واحد. ولكن في الوقت ده واحد من الناس اللي بيكونوا واقفين بيتعصب وبيروح ضارب سجنة على طول في بطنه بشدة، وبيبتسم ان هو يخرج دم من بقه بسبب قوة الضربة دي. وبيفضل الراجل يضرب في سجنة بشدة. بوب يدخل عليه وبيهيه وبيقول له أنا غلطان إني عملتك كويس من الأول، أنا كان لازم أعملك زي الكلب. وفي الوقت ده بيجي بسرعة كده محارب قوي جدا وبيحارب وبيقول أنا بقالي 3 أيام بجري وراكم يا حقراء، اقفوا هنا. وبنكتشف إن الشخص ده يبقى سيجموند براود، وبيقول سيجموند في الوقت ده أنا بجري وراكم بقالي كتير قوي، ولكن أنا عايز منكم طلب واحد بس، وهو إني عايز أخد منكم الواد ده وانا اللي هقتله بنفسي بدلكم وهريحكم منه خالص. فبيرد واحد كده حادف عليه فاس، ولكن سيجموند بيتفادى الفاس جه وبيقول سيجموند زي ما توقعت الإجابة. وبيبتسم سيجموند بسرعة شديدة جدا بين الناس دول، وبيكون بيستغل الظلام الدامس اللي موجود في المكان، ولكنهم بيعرفوا الموضوع ده وبيكون معاهم سحرة، فبتبدأ تعمل تعويذة بتنور المكان، ولكن دي مش بتبقى مشكلة بالنسبة لفيجمنت. وأول ما بيظهر بيروح قاتل واحد منهم وبيقول لهم تم غضب حظة على فكرة، وده حتى بالنسبة لناس مهمتهم قطع الطرق وقتل الناس وخطفهم. وبيكون في واحد من المحاربين فاضل مع السحرة وبيكون متعصب بشدة من اللي عمله سيجموند في أصحابه، واللي بيقول له أنا هقتلك دلوقتي حالا ومحدش هيلحق مني يا حقير. وبيبتسم سيجموند وبيديله هجمة ورا التانية، وبيكون سيجموند كده زقان وعمال بيصد في الطلبات دي ومش بيعمل أي حاجة تانية، ولكن سيجموند بيستغل الوقت الصح وبيقول أنا خلاص زهقت منك يا صاحبي، ده آخرك معايا، أنا هقتلك. وبيروح مديله لكمة قوية جدا بتكون كفيلة إنها تخليه ينزف بشدة، وبعد كده بيروح خازق وافدة من عينيه كده بالمصاصة اللي كانت في إيده دي، وبيكون كده سيجموند خلص عليهم كلهم تماما. ولكن بيكون سيجموند شايف اللي بيحصل ده من بعيد، بيقول لنفسه إهبي المجنونة، طب هو هيعمل فيا إيه على كده؟ هو عايز مني إيه؟ لو فعلا عايز يقتلني زي ما بيقول فساعتها دي هتبقى نهايتي، أنا مش هعرف إني يقف قدامه حتى لو كنت بكامل قوتي. وبعد كده بنشوف انفجار ضخم جدا بيحصل في المكان اللي بيكون واقف فيه سيجموند، وبنعرف ان اللي عمل الانفجار ده هو السحرة اللي كانت لسه عايشة. والانفجار بيكون مرعب وبيدمر كل المنطقة حرفيا، ولكن بيفضل سيجموند عايز اشوف ان هو خرج من ضباب الانفجار ده. فبيكون سيجموند بيضحك كده وبيقول لها انت احسن واحدة في كل الناس اللي حاولوا يقتلوني دلوقتي، ولكن مش مهم، انا كده كده هقتلك دلوقتي، فيلا بالسلامة يا ساحنة. ولكن في الوقت ده الساحرة بتبدأ إنها تجري بسرعة شديدة ناحية سجنة، وبتمسكه كده ردرع بشري، وبتقول لسيجموند لو قربت مني فأنا هقتل الولد ده. فبيضحك سيجموند كده وبيقول لها يا خلاص أنت فعلا كسبتيني، أنا مش هقتلك يا ساحرة، أنت فعلا قوية. وبيروح موقع سيفه على الأرض، ولكن في اللحظة دي بيروح شايط سيجموند السيف بتاعه بيرشق في الساحرة وبيخلص عليها، وبكده يكون الجماعة اللي ماسكين سجنة كلهم ماتوا ومش فاضل منهم ولا واحد عايش. وبيقرب سيجموند كده من سجنه وبيقول له أنت كويس مش كده؟ أنا جيت هنا علشان أساعدك، ما تقلقش يعني. المهم بيبتدي سيجموند إنه يعرف عن نفسه وبيقول أنا اسمي سيجموند وأنا مرتزقة، وكانت المهمة بتاعتي إنقاذك من اللي أنت كنت فيه. فبيقول له سجنة شكرا ليك جدا، وأنا مش عارف أشكرك إزاي بصراحة على اللي أنت عملته معايا ده. فبيقول له سيجموند ما تقلقش، أنا هعرف أخد منك مصلحة بالطريقة أو التانية، وده مع الوقت
وبعدين أنا عندي حكمة أنا بمشي بيها في حياتي، وهي إني برد اللطف ضعفين وبرد الإساءة ب10 أضعاف. وطبعا لو محدش واخد باله فاللي بيحصل ده فلاش باك للمرة اللي كان تم خطف فيها سجنة زمان لما كان صغير، ودي الحكمة اللي اتقالت ليه زمان من سيجموند واللي كان بيقولها له كتير يعني أثناء الأحداث اللي فاتت. فأنا ما رضيتش أقول في الأول إن ده فلاش باك علشان أشوف الناس اللي كانت مركزة في الأحداث، فالناس اللي كانت عارفة فشابوه عليا. المهم يعني بنشوف شوية معلومات كده عن السيف اللي كان مع سيجموند، واللي بنعرف إن اسمه سيف الظل، وبيكون في منه هالة سودة كده شديدة بتطلع منه وبتحيط بالمكان كله. المهم بقى بنشوف تكملة اللي بيحصل ده، وبعد سنة كاملة من اللي حصل بيكون لسه سجن قاعد كده مع سيجموند وبيكونوا مكملين مع بعض وبيتمرنوا مع بعض. وفي يوم من الأيام كده وهم في واحد من المطاعم كان سيجموند قاعد بيقرأ الأخبار، ولكن في الوقت ده بيشوف خبر بيضايقه جدا، وهو خبر تدمير عائلة بيتو دا عائلة كادريجو، ودي واحدة من عائلات المحاربين الكبار. وبنعرف ان العيلة دي هي اللي كانت قدمت المهمة لسيجموند علشان ينقذ اصلا سجن في البداية، وكانوا عارفين ان الدوك الحالي مستبد وكمان قاتل وبيعمل اي حاجة حرام الواحد ممكن يتخيلها علشان يفضل على الكرسي بتاعه، وعلشان كده كانوا بيستعدوا للإطاحة بيه. ولكن من الواضح ان في حد من الناس القريبين منهم كان جاسوس للدوك وقال له على اللي بيحصل ده، فبالتالي قتلوهم وخلصوا منهم. وكان سيجموند خايف ان اللي قتل العيله يجيله معلومات عن المرتزق اللي هم طلبوا منه مثلا البحث عن الطفل اللي بيدعى سجنه. وطبعا ابتدى سيجموند ان هو يهرب وبياخد معاه سجن في كل مكان، وبيقول له المكان هنا مش هيبقى امن، لازم ان احنا نمشي من هنا بسرعه. وبيقول له سجن احنا هنروح فين قايب على كده؟ فبيرد عليه سيجموند بيقول له احنا هنروح لاكتر مدينه امان في القاره كلها، وهناك محدش هيقدر ان هو يعمل لنا اي حاجه. ولكن في الوقت ده وهم بيمشوا بسرعه في الغابه علشان يعرفوا يهربوا من المكان اللي هم فيه ده، في واحد كده بيروح مهاجم عليهم، ولكنه بيصدوا سيجموند الضربه بشكل سريع جدا. وبنكتشف ان الناس دولت يبقوا تبع الدوك وجايين طبعا عشان يقتلوا سيجموند واحدوا سجنه. وده من تاني لان لو فاكرين طبعا فكان الدوك برضه رجالته هم اللي خطفوا سجن في الاول اصلا في اول مره خالص، وبيكون عددهم كبير جدا وكلهم مسلحين وباين عليهم منهم على اعلى مستوى من التدريب. وبيبتسم سيجموند كده، وسجن بيقول له انا لازم ان اساعدك دول كتير جدا، ولكن سيجموند بيرفض وبيقول له خليك جنبي وبس يا سجنه، انت هتبقى امان وانا دلوقتي هعمل لنا الطريقه علشان نهرب بيه من الناس دول، وكل حاجه صدقني هتكون زي الفل. ولكن فجاه بتشوف ان في واحد منهم كده بيهاجم على سجنه، ولكنه سجنه بيكون معصفط بالقطب وهو بيصد الضربه، ولكنه طبعا بيكون ضعيف جدا لانه لسه عيل صغير، وبتبقى المعركة عنيفة جدا قدامه ومن الصعب انه يكمل فيها. وفجأة كده بنشوف مجموعة منهم بينطوا فوق سيجموند وبيكونوا كده عايزين ان هم يقتلوه، ولكن في اخر لحظة هو بيعرف ان هو يخدعهم وبيطير من تحتيهم وبيروح لمكان تاني قبل ما يعرفوا ان هم يعملوا كده. وبيقول ساعتها سيجموند انت دلوقتي لازم انك تتفرج عليا وتتعلم، لما تبقى انت مثلا في حرب او منافسة انت فيها ضد جماعة كبيرة جدا وكل حاجة ضدك، فانت لازم ساعتها تعرف تستخدم التضاريس كويس جدا لصالحك، لان من غير التضاريس انت هتخسر بكل سهولة لانهم اكتر منك. وفعلا بتشوف ان المعركة بتكمل وبيكون سيجموند هو اللي عمال بينتصر وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيستخدم تضاريس المكان بين شجر وضلمة وكل حاجة ممكن تتخيلها. وبيكون فاضل منهم شوية كده، ولكن بعد اللي هم شافوه من سيجموند ده بيكونوا خايفين ومش عارفين يعملوا ايه ومش عايزين يحاربوه اصلا. فبيقعد يضحك عليهم بيقول لهم ايه يا شباب انتوا خايفين مني للدرجة دي ولا ايه؟ انتوا مش عارفين حتى ترفعوا سبش وشي. وفي واحد منهم ساعتها بيتهور كده وبيروح قايل انت مجرد جبان بتستخدم الضلمة علشان تتحرك بس، لو انت راجل بجد كان زمانك حاربتنا في النور. فبيقول له سيجموند انا جبان فعلا، وبيروح مخلص عليهم كلهم في ثانية واحدة. وبعد كده بنشوف الألبرت فريدريك، وده كده زي ما احنا قلنا قبل كده فهو الفرس الفلاس وواحد من الفرسان الخمسة الأقوياء، وبيكون سيجموند قاعد كده قدامه وبيحكي له القصة الطويلة العريضة اللي احنا عمالين نقول فيها ديت من أول الحلقة. وبيقول له ألبرت طيب حلو قوي، بعد كل ده بقى هو فين الولد اللي انت بتتكلم عنه ده؟ فبيقول له سيجموند مات خلاص. فساعتها ألبرت بيتعصب لدرجة انه بيكسر جزء من الكرسي اللي هو كان قاعد عليه، وبيقول ألبرت في الوقت ده انا بسأل عليه لانه كان ابني الوحيد، وانا كنت عايز اعرف ايه اللي حصل له بالظبط، وبما انه مات يا محارب الموت فانت اكيد عارف هو مات ازاي او مين اللي قتله او حتى هو مات ليه. فبيسكت كده سيجموند شوية، فألبرت بيتعصب اكتر وبيقول له ناوي ترد عليا ولا ايه؟ فبيقول له سيجموند انا مش هرد عليك، انا هوريك بنفسك. فبيتعصب ألبرت اكتر وبيقول له لو دي مجرد خدعة منك وفي الاخر طلعت انت اللي خاطف ابني او انت السبب في اللي حصل له، فساعتها هتقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. المهم بقى بنشوف تاني يوم في حفلة كبيرة جدا اتعملت في واحدة من حلبات القتال، وبيكون الملك موجود هو برياس معاه وطبعا واخوه، وبيكونوا كل موجودين علشان يشوفوا المعركة المنتظرة بين سيجموند وألبرت، معركة بين واحد قدر ان هو يقلب المملكة كلها على بعض بسبب انه قتل الدوث أني، واحد من اهم المحاربين في القارة كلها. فيا ترى مين اللي هيكسب مثلا؟ وبنشوف في ساحة القتال دخول سجن وألبرت، وبيكون ألبرت لابس درع فولاذي شكله مرعب لأي حد، وفجأة كده بيخلع ألبرت الخوذة اللي كان لابسها وبينحني للملك وبيقول له أنا لازم أقولك على حاجة في البداية،
قبل مبدأ المعركة العنيفة دي، وبيقول ألبرت إن المعركة ديت مش هتكون عادلة، لأن دلوقتي في سن كبير نسبيا، وده أحسن سن ليا، وقوتي كاملة، وأنا واحد من المحاربين ال5 الأقوى في القارة كلها. يعني أنا مفيش أي حد عنده فرصة قدامي، وأنا قدامي محارب الموت. هو صحيح قوي ولكنه لسه صغير سن وبيفتقر للخبرة، وعلشان كده أنا هعمل حاجة حلوة جدا، وهو لو سيفه بس وصل لي فساعتها أنا هعتبره انتصر عليا، وأنا هحقق ليه أي خدمة هو محتاجها مني. فمحتاجك يا ملك تكون شاهد على كلامي ده، علشان لو رجعت فيه أنا عايزك إنك تعاقبني. وطبعا بيكون محدش مصدق اللي بيحصل ده، ولكن محدش بيكون ليه الكلمة النهائية غير الملك، والملك طبعا بيوافق على شروط ألبرت. وبنشوف ألبرت وهو بيهمس لسجنه وبيقول له ها كويس كده، هل أنت راضي؟ فبيرد عليه سجنه بيقول له أيوة يا عم تمام. وبيروح لابس ألبرت الخوذة بتاعته من تاني، وبيقول دلوقتي جه وقت المعركة المنتظرة، وأنا مش هرحمك ولا هتهون معاك علشان أنت صغير، يعني ما تعتبرش نفسك كده. أتمنى إنك تكون قد المعركة اللي أنت دخلتها دلوقتي. وتبتدي المعركة، وألبرت كده بيسحب سيفه على طول وبيستعد للهجوم على سجن. لكن سجن المرة دي مش بيستخدم السيف الأحمر، مع إنه بيكون معاه، لكنه بيستخدم سيف التلج اللي هو سيو يعني. وبنشوف فلاش باك كده سريع، وبيكون فيه سجنة واللي بيقول لها إنه هيستخدم سيو في المعركة اللي جاية، وإنه محتاج مساعدتها وإنها تديله قوتها الكاملة. وبتبقى ميني واقفة كده ومتضايقة، لأن لحد دلوقتي سجن ما استخدمهاش ولا مرة حرفيا، عماد بيستخدم في سيو والصيف الأحمر وسايبها هي كده مع نفسها. نرجع تاني لوقت الحاضر في المعركة، لما بيستخدم سجن سيف التلج وبيبتدي التليج، وبيطلب سجن خط من التلج على الأرض ناحية ألبرت، ولكن ألبرت بيصد الضربة بتاعت سجنه دي، وده بالدرع بتاعه اللي بيكون ماسكه كده في إيده بكل سهولة. بعد كده بيطلع سجن السيف الأحمر بتاعه. الضربات ديت ألبرت بيقدر إن هو يصدها بالسيف بتاعه، وبتكمل المعركة، وبيكون سجن عمال بينوح كده بين السيف الأحمر وبين سيو، يضرب ضربة من هنا وضربة من هنا. وطبعا التنوع ده مطلوب ضد محارب بقوة ألبرت، وخصوصا إن كل سيف من الاتنين قدرات مختلفة عن التاني. وبتكمل المعركة، وبيفضل سجن كده يحاول يضرب في ألبرت، ولكن معظم الضربات بيكون ألبرت عمال بيصده، وده بالدرع اللي هو ماسكه في إيده. ولكن في مرة كده من المرات اللي بيضرب فيها سجن الدرع، فجأة كده الدرع ده بيطلع شعاع من الطاقة السوداء، واللي بتبقى جبارة جدا، وبتصير سجنه وبيكون مرمي على الأرض كده وسط حطام حلبة المعركة. وبيقول لألبرت المعركة دي كانت كويسة جدا، وأنا فعلا استهنت بيك يا ولد، عندك قدرات كويسة جدا، ولكن في النهاية انت زيك زي أي حد أنا قابلته قبل كده، دي هتكون نهايتك. ولكن بيحاول سجن ان هو يقوم تاني، وألبرت بيقول له يا ابني انت كده كده هتخسر، ما تحاولش تجيني مني. وبتقول له انت مش ناوي تستخدمني ولا ايه؟ انا ممكن اعمل ليك اي حاجة انت عايزها، وهدي لك القوة الكافية علشان تهزم بيها الحقير ده، صدقني استخدمني بس ولو لمرة واحدة، وانت ساعتها هتعرف انك ما اخترتش غلط، ولكن انت مش عايز تجرب اصلا. ولكن سجن بيقول لها مش وقت ده دلوقتي، وبيروح قايم كده سجن من على الارض تاني، وبيمسك سيو وبيقول لها انت مستعدة ولا لا؟ وبيكون سجن كده متعصب جدا، وبيقول انا مش قلتلك ان هقولك اللي حصل لابنك؟ وبيستخدم سجن كده سيو وبيعمل مهارة جبارة جدا، واللي بتملي حلبة القتال كلها، وبيكون اسمها ضباب بلورة الجليد. وبيكون الهدف من المهارة دي إن سجن يقلل من مدى رؤية ألبرت، وبيكون ألبرت كده فاهم الخدعة دي، وبيحاول إن هو يتفادى اللي هيحصل، وفعلا بيحاول إنه يتحكم في الجليد بواسطة السيف بتاعه والدرع بتاعه كمان. ولكن الموضوع بيكون صعب عليه جدا، وفي الوقت ده بنلاقي إن فيه هجوم تاني جاي من سجني، ولكن الهجوم ده بيكون لونه أحمر، معنى كده إنه بيستخدم خيدم من السيف الأحمر، ولكن الهجوم ده بيكون السيف بس بدون سجنة. وبنكتشف ان دي كلها خدعة من سجنة انه يحوط ألبرت بالجريد من كل ناحية فيبقى مشغول، وبعد كده يروح ضربه بالسيف الأحمر من قدام، فيروح هو صدد الضربة دي بالدرع بتاعه. ولكن في الحقيقة بقى هو مش بيكون ماسك السيف أصلا، ولكنه بيكون قرب جدا من ألبرت، وبس في آخر لحظة بينط ويرايح بسرعة شديدة جدا ورا ألبرت، وبيكون كده عايز ان هو يسيبه. لكن ألبرت طبعا بيكون متمرس وفاهم كل الخدع دي، وبيقول لنفسه كانت الخدعة دي كويسة جدا وذكية كمان، وكانت ممكن انها تنفع على اي حد الا انا. وفي الوقت ده بيقدر ألبرت ان هو يتوقع هجوم سجنة، ومش كده وبس، لا ده كمان بيهاجم وبيصيبه. وبنشوف ان سجنة عمال بينزف دم، والمنى اللي في جسمه عمالة بتقل عن مستواها العادي بسبب الضربات الكتيرة المتتالية القوية اللي قاعد سجنة يضربها لألبرت. وبيقول ألبرت لسجنة انت لازم انك تقف، انت مش هتعرف تهزمني، ودي حاجة احنا كلنا عارفينها. فبيقول سجنة انا مش هينفع اني وقف،
أنا لسه ما وريتكش اللي أنا عايزك تشوفه. وبيروح سجنة كده عامل هجوم تاني، فبيحاول ألبرت إن هو يصد الهجوم ده بسيفه، فبيروح سجنة كده ماسك سيف ألبرت وبيهاجم بسيفه هو، والهجوم ده بيكون قادر على إنه يشيل الخوذة من على راس ألبرت، وبعد كده بيروح مجمد الأرض بحيث إن ألبرت ما يقدرش إن هو يتحرك براحته، وبيروح ضارب ألبرت في راسه وبيتصاب فعلا ألبرت، وبكده تبقى المعركة انتهت حسب الاتفاق بتاعهم بفوز سجنة. وبيكون محدش متوقع اللي حصل ده، وبيكون الكل فاكر إن سجنة هيخسر من ألبرت لأن أصلا مفيش وجه مقارنة بينهم. ولكن في الوقت ده والكل فرحان باللي حصل، بيجي واحد كده من رجالة الملك وبيقول له حصل مشكلة لينا من تاني في قضية قتل جديدة، وبنشوف كده فعلا إن في شخص ما تم قتله وطعنه بالسيف في صدره، وبقى جثته همدة سايحة في دمه. وبيقابل سجن روكس عند مسرح الجريمة اللي حصل فيها جريمة القتل يعني، وبيكون سجن رايح هناك لأنه هيكون هو المحقق اللي هيحقق في الموضوع ده، لأن بيسلم فاكرين عينه في الموضوع ده. وبيدخل كده على الجثة وبيشوفوا شكلها الكارثي والسيف وهو راشق فيها كده وحالتها كرب على الآخر. وبيكون كده سجن وروكس مستغربين من حالة القتل دي، اللي هو ازاي يعني واحد المفروض تم اغتياله ازاي في صدره دلوقتي سيف أطول من حياتي كده. المهم يعني فبيقول له روكس هو الموضوع ممكن يبقى غريب شوية، ولكن الحقيقة إنه فعلا تم اغتياله وما دخلش في معركة مثلا ولا حاجة زي ما انت شايف يعني، لأن الجثة ما عليهاش آثار مقامة ولا أي حاجة من الحاجات دي، هو فجأة مات. فبيتسأل سجنة الكلام ده، بيقول هو من الطبيعي إن حد يدخل على حد من الأغنياء دول ومعاه سيف طويل بالشكل ده والناس تسيبه كده يدخل عادي؟ امال فين الحراسة وفين الجنود وفين أي حاجة؟ فبيرد عليه روكس وبيقول له ممكن الشخص اللي قتل الضحية كان واحد من المقربين منه أصلا، وده السبب إنه ممكن يكون قدر يدخل المكان بسهولة وهو معاه سلاح بالحجم ده. فبيسأل روكس وبيقول له طب انت في شخص شاكك فيه ممكن ان احنا نبحث عنه ولا حاجة زي كده؟ فبيرد عليه روكس وبيقول له انا في الاول كنت شاكك في تودرس، ولكن في الحقيقة ان تودرس هو كمان يعتبر بيعاني من اللي بيحصل ده زيه زينا بالظبط. وبتكون في كتابة كده مكتوبة على الحيطة من دم الضحية، وبتكون الكتابة مش باينة كلها، ولكن الجزء اللي باين منها بيكون مكتوب فيه ان اللي حصل ده من اجل قتل محارب الموت. فبيقول سجنة ايعقل ان الشخص اللي بيعمل كده لسه شغال على الاشاعة اللي كانت شغالة زمان بعد موت الدك، ان سجنة خلص على الراس الكبيرة وهيبتدي يطف في الاغنياء واحد تلو التاني ولا ايه؟ المهم يعني بعد كده بيكمل روكس كلامه بيقول كل الاغنياء والطبقة العليا من الدولة تقريبا كان في ناس من رجالتها بيحصل فيهم اصابات وموت وغيره، ولكن في مجموعة واحدة بس هي اللي ما حصلهاش اي حاجة وده الى الان، والمجموعة دي معروفة باسم المرتدين، ودول بيكونوا مش بيدعموا حد في الحكومة في الوقت الحالي. وبعد كده بيروحوا لواحد اسمه جيمي ألستر وبيقعدوا كده يتكلموا مع بعض، وبيكون معجب جدا باللي سجنة عمله في القتال، ولكن سجنة بيقول له مش وقت الكلام ده خالص. فروكس بيبتدي ان هو يتكلم معاه وبيقول له احنا في اخر فترة في 2 كمان ماتوا من الطبقة العليا، واحد منهم من أتباع بيس والتاني من أتباع أخوه. فبيقول جيمي أنا ما كنتش أعرف الموضوع ده خالص. فبيقول له روكس ايوه انا عارف، بس مش غريب شويه انك ما تبقاش كده عارف حاجه عن الموضوع ده وهو قالب المملكه كلها؟ وغير كده كل الناس اللي بتموت دي ايه؟ ولكن انت ومجموعتك من المرتدين الخونه ما حصلهمش حاجه الى الان، مش حاسس ان الموضوع غريب شويه؟ وبيتعصب كده جيمي وبيقول له انت جاي هنا علشان تلقح بالكلام، انت عايز ترمي لي تهمه؟ يلا. وبيطلع سيفه كده وروكس بيروح مطلع سيفه هو كمان، وكل واحد فيهم بيوجه سيفه في ناحيه التاني، وبيكون سجنه كده قاعد رايق على الكنبه يابا زي ما هو ولا في اي حاجه. بس الموضوع برضه بيكون موتر كده شويه، وفجاه الاتنين بيهاجموا على بعض، ولكن في الوقت ده بيتدخل سجنه وبيروح موقف الهجوم وبيقول لهم هما الاتنين بطلوا هبط، انا مش قاعد مع عيال صغيره هنا. وبعد كده بنشوف ان سجنه رجع تاني للبيت وبيتكلم مع السيو ميني وبيقول لهم تعالوا احنا هنروح في رحله صغيره، وبيروحوا عند كهف كده، وتستغرب مني وبتقول له انت بتحب تيجي هنا كتير ليه؟ فبيرد عليها سجنه وبيقول لها لان المكان ده بيخليني قادر على اني اشوف حقيقه المدينه. وبيدخلوا كده جوه وبيلاقوا بنت بتكون شكلها مخطوفه كده او حصل لها حاجه وبتكون في حاله صعبه خالص. فيا ترى مين هي البنت دي وايه اللي هيحصل بعد كده وايه المكان اللي هم فيه ده؟ ومين يا ترى القاتل اللي بيتكلموا عليه كلهم واللي عامل القلق في المدينة دي كلها؟ وهل هيلاقيه سجن ولا لا؟ وهل المرتدين ليهم علاقة بالموضوع ده؟ ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله من قصة سجنه. ولكن كالعادة عايزين نوصل المقطع ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات، تحدي النهاردة يوصل ل5000 لايك. ومعانا سؤال للفيديو ده، السؤال المرة دي هيكون عام بشكل عام في القصة يعني، واللي هو كم عدد الأمراء الحاليين اللي تحت الملك بدون طبعا الأميرة اللي احنا عارفينها في الأول خالص؟ اللي هيجاوب صح هتطلع لكم في بداية الفيديو اللي جاي. وبس ما تنسوش صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اشوفكم في مقطع جاي ان شاء الله.